بشكل عام هو كولر زي ما انت قلت هو كان عنده اولويات. كان قدامه ماتشين والاولويات كانوا هو حاططها في افريقيا يعني طبعا في ماتش مازيمبي. فهو كان متخيل انه عايز يمشي بالمباراه واحده واحده يعني حتى مع التغيير. احيانا انت بتبقى مدرب وبتروح للقرار اللي فيه ريسك وممكن توفق فيه وممكن ما توفقش بشرط ان اللعيب اللي انت بتعتمد عليه في الريسك ده انه يساعدك يعني. فهو جزء المسؤول عنه هو كاختيارات وعمل التشكيل نفسه واختيار اللعيبه نفسها في الريسك اللي انت عايز تعمله. لكن هو ما فيش شك ان هو كان عنده اولويات مازيمبي. الريسك اللي هو عمله ما كانش فيه توفيق فيه، لكن انا بلومه عليه طبعا لانه انت هم ماتشين كبار وتحتمل انك انت تقدر تريح اللعيبه من خلال انك تبتدي قوي يعني. وهو صلح ده بسرعه، دليل انه بيعترف انه هو كان في غلط في التشكيل. صلح اول مره تقريبا يغير بين الشوطين يعني حد مش ما فيش اصابه يعني بثلاث لعيبه. لكن في جزء كمان مهم جدا لازم ما نروحش كله على المدرب. في جزء مهم انا حتى لما بعمل الروتيشن او بفكر التفكير ده، طب انت كلاعب حضرتك موجود في نفس الليسته بتاعت النادي الاهلي وطول الوقت بتسعى او بتزعل انك لا بتصرخ أو طيب انت حضرتك ليه ادائك بهذا الشكل؟ فانا نفسي ان التقييم بتاع النادي يبقى تقييم جذري وتقييم كمي ويبقى في قرار واحد يعني انت واخد بالك، لانه هي دي المواقف. ده معناه انك تقصد ان في لعيبه ممكن في رايك ما تكملش. انا رايي انه عمليه تقييم ما تبقاش رايحه جايه انت واخد بالك، وانا عارف ان هي مش رايحه جايه، لكن احيانا بتبقى فيها ديلي تاخير، بتبقى فيها طب ناجلها شويه. طيب انت قصدك ان لعيب الاهلي لازم يتحط في المواقف ده يدي، لازم يتحط في المواقف ايا كان مين جوه اللي موجود في الليسته. يعني المدرب بيخاطر بيا وانا مش قد المخاطره دي. طب تقييمي ايه؟ يعني انا تقييمي ايه؟ او انا ما استاهلش اكمل. انا قصدي على هذا التقييم عشان لازم يبقى طول الوقت كل الناس مستعده، ما تبقاش فيه فروقات بشكل كبير. لانه الجزئيه اللي عملها كولر حتى لو فيها ريسك ما كانش مضمون وما كانش لصالحه، هو نجح في اول موسم لو تفتكر بالروتيشن ده كنا بنتكلم فيه، لان كل الناس كانت بتجز، كل الناس عايزه تلعب وكل الناس اللي ما بتبقاش عايزه تضيع الفرصه، فكان في نجاح كبير جدا. لكن هبوط من ناحيتين، طبعا في جزء كبير على الجهاز وعلى راسهم كولر. لكن انا دايما راس الحربه في المعادله دي بتاعه التالق وبتاعه المحافظه على الاداء هو اللعيب، لانه هو اللي بيتنافس مع زميله جوه الملعب. فطبعا هو هل هتقول لي اسماء يا كابتن ضياء؟ لا طبعا مش هقول اسماء طبعا. صدمتك يعني في ادائها؟ صدمك امبارح على الاقل في مباراه امبارح؟ لا طبعا الشوط الاولاني وصدمه هو يعني. بص لما تيجي تعمل بين الشوطين 3 تغييرات مره واحده ثم تمتلك الشوط الثاني كاملا، معناها انه الثلاثه دول كان لهم تاثير سلبي. معناها الفروقات مش محتاجه لنا ولا شبانه مش ولا محتاجه يعني فكاكه ان احنا يعني نكتشفها. يعني احنا مش ما اكتشفناش يعني نحللها ولا نجيب ارقام ولا نجيب ولا اي حاجه، واضحه جدا. طالما المستوى انقلب الناحيه الثانيه. لا فرق كبير جدا. مظبوط يعني انت واخد بالك وانت نازل ومغلوب وبتتسيد، لان خلاص الناس رضيت انها تطلع تعادل، لانه طول الوقت انت مستني انك هتجيب الجون الثاني. انت واخد بالك. لكن طبعا مبروك للزمالك، كانوا محتاجين المكسب ده عشان كان في حاجز معنوي كبير جدا بقى له فتره، وكان مهم جدا خلال الفتره اللي كانت ملخبطه، وبعدين ناس جديده ومدرب جديد ولاعيبه جديده. يعني انت مثلا بتلاقي الزمالك عنده ماتش يوم الاحد في الكونفدراليه. الطبيعي ان كل اللي مقيدين في افريقيا هم اللي لعبوا الماتش ده تجهيزا للماتش اللي جاي. لكن انت لعبت ناس لانك انت محتاج الماتش ده، لعبت ناس مش مقيده، مش هتلعب معاك افريقيا، وهم يعني كانوا كويسين، يعني زي ناصر ماهر مثلا عمل اسيست الجول بشكل كويس. فانت هنا ما حبيتش تدخل نفسك في انت لعبت بكل ما عندك، لان عارف ان الماتش ده يفرق معاك بشكل كبير جدا. وما بقولش ان في تعالي من كولر ان هو استهتر او مش استهتر،
لا هي حسبة اولويات. لا بس هي برضه يا كابتن ضياء، عشان برضه نبقى بنتكلم فير، هو حسبته كانت غلط. ما طبعا مليون في المية. يعني انا بقول لك التخطيط اللي حطه في دماغه ما اداش نتيجه. مليون في المية. انا بقول لك مليون في المية، لانه انت حتى ال الهزيمة غير التعادل. طبعا. وانت التعادل كان ممكن يبقى مرضي لجمهور طبعا الاهلي. بتاخد منك جزء من الثقة في الجماعية، وبتاخد منك جزء في المعنويات. يعني رد الفعل بتاع الهزيمة بياخد منك جزء طبعا، وده ماتش قمه، ماتش وانت كبير رايح يعني. ماتش صعب كمان، وماتش ليه ظروف مختلفة تماما كل الناس عارفاها. هل الماتش الصعب ده انت موافقني لو الاهلي عداه، هو عدى خلاص 90% من الوصول للقب؟ طبعا، لان هو مرحلة، انا بشوف الوضع اللي فيه النادي الاهلي بعد ماتش الزمالك مرحلة اصعب من النهائي. فانت انت بتتكلم كتقديرات صح، انك لو عديت بعد الجزء بتاع الاسبوع اللي فات بتاع ماتش الزمالك، لو عديت الجزء المعنوي ده وكسبت، انت هتدخل بروح تانية خالص على النهائي وبشكل مختلف ان شاء الله. يعني ان شاء الله ده يحصل.